محمد صارت عندنا كتاكيت. هاي طبعا استوى منقر خطية. شوفوا المنقار مالتها شوية المنقار مالتها. خليها هي تقوم بالعمل، خليها هي امها هي تعرف. شوفوا هي شلون سوت. واحد. ايوه قصني. إذا قصر مشوار. تعالوا نحبيني. ولا محمد وآلي محمد. يلا خليه على كيفش، انطي لأمه على كيفش، لا تذبيني. يلا خليه. صباح الخير، صباح البركة والسعادة والخير والطمأنينة والراحة البال يا ربي إلي وإلكم. اليوم راح نبدي فلوقنا إن شاء الله تستمتعون بي، يعني بعض التفاصيل من يومي إن شاء الله تستمتعون بي. فهسه أول شي تريقيت طبعا خليت بيها لبنة هاي مالحة وياها شوية طرح وملح وشاي، وهذا أحلى ريوق. تالي طبعا اجيت أسقي الزرعات. يا سودة علي والله العظيم، الزرع صاير يكسر الخاطر من درجة الحرارة اللي توصل 47 و48 حتى 50 توصل، ما شاء الله. يعني الصيف جايب زودة. الحمد لله. طلعنا الدجاجات همين شوية وعدنا صاروا كتاكيت مثل ما شفتوهن. وهنا أنا حبيت همين أنطيهن أكل حتى شنو أروح للمطبخ ونسوي غدا، وبعد ما عندنا شي وإن شاء الله نكمل وياكم. خليكم وياني. نجي الغدانا اليوم بعد ما كملنا هاي الفرة الصباحية، فقررت أسوي هذا طبعا دقوس. عفوا شطة، هاي دقوس. أنا أسوي دقوس من عندي العجون، عندي دجاجات 2 نظفتهن خليتهن على جهة، عندي بصل وفلفل بارد وطماطة ونمو بصرة وبهارات. فاليوم راح أسوي كبسة، من زمان ما سوينا كبسة، وولدي يوميا يقولوا لي مناسبة العطلة سوينا كبسة، يحبوها كلش يحبوها. فخلينا نبدي. أول شي الدجاج نقليه. شوي ينشف نروح على زيت. تذكرون من يوم تنزلتها يمكن السنة الثانية من فتح القناة إلي، بس بوقتها والله سووها بنات هواي. بس هي شنو بيها شغلة مهمة، إذا ما تقلين الدجاج زين وتحمسيه زين تصير الأكلة زفرة، وعلى قولتنا ما تنوطن كلش. الزفرة مو حلوة تصير بالتمن، فضروري تقلين الدجاج زين وتحمسينه زين حتى تصير عندكم أكلة لوز. اكو بنات صغار يتابعوني بنات. اكو بالدجاجة مرات يصير داخل العظم مثل احمر، هيك عبالك دم متكتل، فهذا الشي لي دائما يسبب زفرة بالطبخ، لا تخلينه. بين ما يتقلى الدجاج كل زين طبعا هنا أنا راح اغسل تمن. راح اطبخ تمن امباير، هذا طبعا اسمه امبير هو بس يسموه الشركة يسموه امباير. فطبعا حبتها طويلة وتخبل، وما شاء الله ما تتأثر بالتنقيع وما تتأثر بالطبخ الزايد. يعني أنا إيش قد طابخة تمن بحياتي، بالرغم هو سعره شوي غالي، بس أعلى جودة بالتمن أنا شايفتها من كل التمن اللي طابختها، خاصة يعني تقريبا مستخدمة 5 أنواع مستخدمين. فكلش حبتها طويلة، وصاحب الشركة يقولولي إنه هذا يعني كلش صحي لأصحاب السكر والدايت. وطبعا هذا التمن تقدرون تبزلوه وتقدرون تطبخوه هيجي كبس، وبنفس الوقت ما يحب تنقيع ولا يحب زيت هواي ولا يحب ماي هواي بالطبخ، يعني حتى هيجي يصير نثر ويخبط. طبعا هنا انا نقعت التمن وقاعد اسوي البصل شرايح لان كبستنا تحتاج بصل. وهنا مثل ما تشوفون ما شاء الله ضروري نعرق الدجاج زين ونقليه، يعني هم نعرقه وهم نقليه. طبعا خليت زيت انا مثل ما شفتوني. من بعد خليت البصل وهمين راح اخليه يذبل واحمسه. شوفوا هيجي هاي تكون لون الجوزي يكون يظهر شوية بالبصل، والله ريحة طيبة تصير تجنن. هنا أنا عندي ملح وبابريكا وعندي دارسين وعندي بهارات دجاج، بعدته براحتكم زنجبيل ما أعرف شنو هالسوالف، بس هاي أحس أساسية يعني. وتالي نبا من بعد ما خليت البهارات ضفت طماطة وفلفل بارد مقطع، خاشوقة معجون، ونص جكة طماطة بنات.
تجنن راح تسويها الطماطة المخلوطة. هنا أنا كنت مجمدتها يعني، ونومي بصرة هاي بعد بكيفكم، وإذا ما تحطونها انتو خسرانين، تعطي نكهة تجنن للكبسة. حمستين كل الزين، وشوفوا شلون صارت الصلصة مالتها. الدجاج الشبع بالصلصة، أنا سبق ومنزلتها كلش هواي، بس اليوم صادف. وبعد تدرون بالروتين لازم أنزلها بالتفصيل. خلاص شفتوا قطعات الدجاج تقريبا استوت تقريبا 60% مستوية. فخليت ماي وخليت شوية ملح وخليت التمن اللي منقعته، وهسه أخليه يستوي لحد ما وبعدين ينشف وهدره، وراويكم النتيجة. هسه راح نسوي دقوس. راح اسوي صلصة حمراء. بلكي الله القى فلفل، بلكي الله، بس شكل ايش كبر الوحدة وما بيهم فلفل ولا وحدة. لا والله زين اكو. تعال يا حلوة تعال. حار هذا تشوفوه هيج. ظني تقريبا 5 كل زين كافي. اكو هنا بعد وحدة شجرة، شوف بالكبير، شوفوا زين والله ما حد مقطعين. هاي يسوون الولد اندومي ودومي يقطعون منه. لو خالتي مرات تجيب خضرة تجيبها وياها. طبعا ياخذ له فترة خوش يصير بيه ورد، بس ما يحمل، ما ادري ليش. واكيد شايفيها هاي الصلصة اللي تجي ويا المندي، تجي هيجي بحافظة صغير ويصير لونها احمر. غالبا يخلون طماطة وشطة الصراحة، بس انا اسويها بطريقة تخبل احلى من المطاعم. خليت طماطة وفلفل بارد وفلفل حار وشطة وملح وشوي لمندوزي، خلطوها كل زين، بس مو تنعمونها فد نوب، لا خلوا شوية هيجي بيها روح. وها هي والله هذا اطيب دقوس ويا المندي ويا الكبسات. نكشف عن كبستنا المميزة يا سيدي، يا عيني يا عيني. بسم الله ما شاء الله. شوف التمن شلون نثري، بس توازنون الماي مالته يطلع لكم توب التوب. اكو بنية تقول ملاك خذينا نصيحتك واشترينا من التمن. هذا التمن اسمه امباير طبعا مثل ما قلت لكم. فبنات اي لو هسه احسن نوعية بالكون، اذا ما تطبخينه صح ما يصير مضبوط. ترى مفهومة هاي الشغلة. واكو نسوان تمن الحصة. اللي ما يعرف تمن الحصة من الدول، طبعا هذا التمن يوفروه الحكومة يعني كل شهر الدولة، فتكون حبتها سمينة وكل شهر شكل، يعني تمن ميؤوس منه. بس شنو احنا يعني مرات نخطه ويا الحلو هاي نوازي يعني يطلع يخبل. بس اكو نسوان طبخنا لوحده، وذاك التمن اللي ما ينشبع منه. صح لو غلط؟ مو اكو نسوان يطبخوه يصير يخبل. فهذا التمن يا خيتي هي شطارة، يعني انتي وما عرفتي شكون. اول مرة انا دائما اصلا اول وجبة التمن اذا اريد نجرب جديد اطبخه مرة ومرتين، اشوفه مثلا يريد زيت، يريد ماي، يحب تنقيع، يحب يتنشفينه، يعني من هاي الحركات. هذا التمن لا يحب تنقيع ولا يحب يعني تنقعيه هواي، ولا يحب تخليه له ماي هواي، عرفيني. وما يصير همين كل شوية تجي تقلبي التمن. انا هسه نطبخته لحد هسه ابد ما حركته، على مود تظل التمناية حبة بحبتها. واذا لين شي اكيد يعني انتي شو يصير بعد اذا لين شي عبالك شلة، يعني ما يصير حلو، عبالك هيج تمن للروبة. فتمن الكبسات، تمن المطبق دائما يحب يكون نثري وصير يخبط. هاي شوف التمن ما شاء الله يخبط، حتى واحد هم يرتاح من يسوي الإعلان يسوي شغلة مضبوطة ويعلن عن شي حلو ومرتب. صح سعره غالي، بس طبعا درجة أولى، يعني أكيد إذا شغلة زينة أكيد سمرات تصير سعرها غالي. فهسه نقلبها وراويكم شكلها من جوا. شو اسمك؟ بسم الله. ها؟
يا باخذوها من عندي. هاي الكبسة إذا أجاكم خطار أو ضيف عزيز سووها إلي، واتبعوا هاي الطريقة وسووا وياها هذا الدقوس اللي هي الصلصة الحمراء. والله راح يطلع من بيتكم ويتذكر هذا الطعم اللي كلاه، مستحيل ينساها. فهاي الكبسة مالتنا اليوم، وطبعا تخبل صارت، وانا اسويها طبعا هواي، فدائما تضبط عندي. وبالممارسة الشغلة تصير شلون اللي يعني هيك واحد يتقن الشي. فالمهم علينا وعليكم بألفين عافية. طبعا هي تنوكل بالايد ما تنوكل بالخاجوقة. واللي تخاف بنات انه الدجاج ما يستوي، حاولي تسلقيه قبل لا تحطين التمن، يعني خليه فد ربع ساعة حتى يستوي كلش 100%. نوب اضيف التمن. وهاي اللي قمعين تفضلوا والفين عافية. طبعا خلصنا غدا لحد الان، يعني ما كفيت المطبخ، بعدين راح نكفي المطبخ وياكم، وراح نخلي محاضرة الوائلي كلش فيديو بعدين، يعني فد راح يعجبكم. بس انا من كل عقلي جايبة شاي وقاعدة برا بهالحر صمت جدي. شعرك ما شعري الدجاج. تعي شوي بالشمس. اكو بنات قالوا لي شعر جمانة احمر، لو لا يوم خليت لحنة. تعال طبعا خليته بس 4 ساعات. دوري شوي دوري صدق رجليها حارة. لبسي نعال، شو روحي لبسي نعال ركضي. هسه اراويكم اياه. يلا تعالي لبسي نعال. شو تعالي دجاجات توديني هاي الدجاجات تمه. عوفي الشاي هسه، عوفي تاخذنا اباوع شعرك. اوكفي وين رايحة؟ هواي بنات قالوا لي ليش ما صورتي من بعد. هذا طبعا ما صار احمر كلش، لان انا قلت لكم خليتها 4 ساعات بس والله صارت بيه لمعة وصحي. يلا هذا هسه راح ناخذ الدجاجات. هذا نطيل الصغيرات لو الكبيرات على كيف نزلي شوي شوي. بسم الله. يلا قومي عني خليه ياكلين. قومي والله كافي. عوفي تخافي مني احبك. يلا عوفي. ما شوف راح تطشرها هاي، والله بها سالفة. بدي خليهن ياكلن هيك ياكلن احسن. هاي شكو شي اخليه بصينية او بصحن قبل ينثرن نثر هاي الاماي، وتخليهن خطية يدورن بالقاع. والله زينات يعني رادة روحن. وقت وحدة وين شوفي دفعينه هيك ايه وتسدينه. يلا سدي زين حتى لا يطبن الكلاب عليه. يلا مشي. العفو. نرحب بالمأمون بشيء من الماء أخذ يرتعد. قال لهم ارجعوني إلى الخباء، فرجعوا إلى الخباء. بدأ يحس بالانحلال. جابوا له ابن بختي يشوع. يابا طبعا هذا الراديو يعني المسجل او الراديو كل ما اشغله اتذكر ايام من كنت ارجع من المدرسة والقى ابوي مشغله وغدانة فاصولية وحاط الوائلي حتى يخليه على الثلاجة. كانت الثلاجة كلش يم الباب مال الغرفة، والظهر هيك يطنطن صوت الوائلي. فد اجواء والله العظيم، فكلش احن لها. فبس شفت المسجل او الراديو، هذا نسميه راديو بالبيج، قبل اخذت من عنده. قلوا لي انتوا هم عندكم ذكريات بيه؟ لا جيل التسعينات. وتصدقون انا من بعد رمضان ما سويت الا جلفة هذا المطبخ ابد، والله تاركته لين شغل مو ثقيل بيه، فما احسه يتوسخ فد مرة. فاليوم قلت أعيد أنظف، وهمين مثل ما تسمعون علقت الوائلي الله يرحمه برحمته. وقلت شوي شوي يعني نسوي تحفيز إلكم هيك فيديوهات اكو مرات تصير لطيفة وخفيفة، يعني هواي الناس تحبها، فخليكم ويانا.
طبعا ما حبيت احكي اثنان ما المسجل يشتغل، بس شنو اذا خلي بنات طويل يحكي الفيديو، يحكي العفو المسجل، او الشيخ الوائلي الله يرحمه، فاذا اخليه يحكي يعني تسجيل راح يصير الفيديو ساعتين 3 كلش طويل يصير. فحاولت اقطع بيش قد ما اقدر واسرعه حتى لا يصير الفيديو ممل عليكم، لا يصير الفيديو طويل. هو اصلا هالمره طويل سويته، يعني هيجي كروتين اليوم صورت كل شي يعني مثل ما تشوفون. فاخر شي طبعا كفيت المطبخ وغسلت المواعين كلها، واخر شي طيت السنك جلفه زينه من هاي المعدلات، بس نسيت اخلي كلور مع الاسف، لو قال بعد كلور كان خوش. وقص هذا غسلت الوصل اللي امسح بيهن همين. وبعد اخر شي بقى اكنس المطبخ وانطيه مسح الاخشاب سريع حتى شن لا تبقى بقايا ماي. واخر شي طبعا جبت المزيل مالت الدهون ورشيت الابواب. طبعا اسهل شي، بعد لا تقعدين تفركين بيه ولا شي، بس ترشيه ورا ثواني تجيبي لك وصله نظيفه وتمسحينه وبسرعه يروح. يعني اخاف تدي تنظفين كاونترج العفو او شي، حتى الالمنيوم انا اتذكر قبل، لان الكاونتر دائما بالمطبخ وتدرون بيه يتوسخ اكثر شي منين من الزيت مالت الطبخ يطشر عليه. وهاي هسه مثل ما تشوفون كملنا والحمد لله. اخر شي طبعا بقت عندنا بقايا، شو نخلي عليه بعد؟ شو نخليه؟ زرعات حلوات. هسه كملنا. انا انسانه لازم تقعد هنا. طبعا دائما اي احد مثلا بنات حمواتي او خواتي من يجون هنا ببيتنا دائما اطبخ بالمطبخ ويقعدون هنا، فشي كلش حلو والله. يعني دائما يعني من سويتها ابد ما تندمت، ابد ايش قد قالوا لي شلون راهموا شلون بنات ايش بيكم سوي شي يريحكم. والله انا عاجبني قنفه بالمطبخ يعني من زمان، يعني من كنت هناك بمطبخي الصغير اللي هو الحار هسه كان صغير بحيث حتى طبلة وكرسي ما اقدر اخليه جديات والله. يعني تدرون انتو الطبخ ياخذ وقت بالساعات، ولازم واحد كل شويه يستراح لين رجليه شو يصير بيهن. فهنا أنا قلت الا اخليه لي قنفه فخليت لي قنفه والله كلش فايدتني. يلا سبقه بس اكنس القاع ونودع المطبخ لان تعبني من الصبح لسه، حتى تعبتكم وياي. طبعا احلى شي من اشوف الدجاجات منه، ولو الشباك بعدني راد لمسح من برا بس شطفته وصاير بيه مثل الخطوط الملح راد لماي حلو حتى شنو يصير واضح. العفو صافي والله تحكي خيط وخيط عذروني. امس فرشت هالهوريه. واحلى شي من واحد ينظف غرفته مثلا او المطبخ يسوي له هيجي حمله تنظيف، كل شويه يفتح الباب بباوعلها ويطلع، هيجي نفسيا ياخذ طاقه ايجابيه والله. ما اعرف دائما عندي هاي الطبيعه انه اطب كل شويه اطب المطبخ اباوعله، مو بس هاي بدي ما اسوي اي شي بيه ما اشتغل بيه بعد. وها هي والله خلصنا، وهذا فيديونا كان لليوم، وهذا روتيني كان لليوم. طبعا الظهر تقريبا صارت هسه الساعة 3:30 على ما خلصت هاي الهوسة كلها. هسه نروح نستراح شوية على ما يجي العصر، يجوز هيجي 5:30 اروح لأهلي لين اختي هنا. فلهنا اودعكم بنات، وشكرا جزيلا على المتابعة، ومع الف سلامة، باي باي.